أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارتكاسة. برنامج نارتكاسة حول حوار حول النهوض والارتقاء في عمل وأداء الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن. وهذه الحلقات إحنا عم نعملها بالتعاون مع مبادرة الأسرة الشركسية، واللي هي مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن، اللي شكلوا مجموعة حوارية، وهي هدفها أنهم يتحدثوا في شؤون الجمعية الخيرية الشركسية ويحاولوا أنهم يتباحثوا في موضوع النهوض والارتقاء في أداء الجمعية الخيرية الشركسية. بهاي السلسلة إحنا الحلقة الثانية بشرفنا وبيسعدنا أن نستضيف الأستاذ روزي بولاد جنب. الأستاذ روزي طبعا يعني أحد الأشخاص المؤثرين في الجمعية الخيرية الشركسية، كان في عدة دورات من العام 1992 لل 2002. صححني أستاذ روزي إذا كنت غلطان، ومن 2013 ل 2017. أستاذ روزي بولاد، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. بالإضافة لهيك طبعا الأستاذ روزي بولاد أحد الأشخاص المهمين في مسألة تعليم اللغة الشركسية وفيما يخص الثقافة الشركسية. بنرحب فيك أستاذ روزي بولاد بهذا البرنامج، وبيسعدنا أن نستضيف أيضا المهندس زيور ناورز باكير. المهندس زيور أيضا من الأشخاص المؤثرين في الساحة الشركسية في الأردن وفي القفقاز. بعد ما أنهى دراسته في نالتشيك اجى على الأردن في بداية الثمانينات، ومن بداية الثمانينات وهو أحد الأشخاص اللي أعادوا تأسيس فرقة نادي الجيل الجديد بطابعها الحديث المعروف حاليا. فرقة نادي الجيل طبعا من الثمانينات حتى الآن أكثر من 40 سنة، وهي فرقة فنية متواجدة على الساحة. سنويا في عندها حفلة، سنويا في عندها نشاط. يمكن ما في نشاط فني بالمملكة الأردنية الهاشمية استطاع أن يستمر 40 سنة من العطاء، وهذا الإنجاز كان أحد الأشخاص اللي لعبوا دور فيه هو الأستاذ المهندس زيور باكير. بالإضافة لهيك طبعا واحدة من الأمور المهمة اللي عملها كان تواجده في الساحة الساخنة في أبخازيا، أي لما كان في أحداث ولما كان في قضايا كان بتوجب على المجتمع الشركسي أنه يتواجد بأبخازيا، فكان أحد الأشخاص اللي كانوا متواجدين بالساحة هناك. حاليا مهندس زيور موجود بنالتشيك، ولكنه على تواصل دائم مع الشركس هنا في الأردن. أستاذ زيور، أهلا وسهلا فيك في هاي الحلقة. أهلا وسهلا فيكم جميعا من إداريين ومشرفين قناة نارتي، قناة الشركس زي ما تحكي الوحيدة الموجودة حاليا. فتحية خاصة للجميع وللجمهور قناة نارتي الفضائية. طبعا الأستاذ زيور أيضا كان عضو هيئة إدارية من 2006 ل 2008، بالإضافة لدورة أخرى بين 2013 وال 2017. وطبعا إحنا عندنا أستاذين من اللي تركوا بصماتهم في إدارة الجمعية. طبعا كثير من الناس إجوا وراحوا على إدارات الجمعية، ولكن عدد منهم كان له تأثير واضح. أستاذ روزي بولاد، يعني بدنا نبلش من عندك ونحكي عن الفترات المتعاقبة للهيئات الإدارية اللي حضرتك كنت موجود فيها، واللي أنت كنت عم تسمع عنهم من قبلك، والإدارات اللي موجودين حاليا. هل بتلاحظ أنه في فروق معينة يعني في أداء الإدارات في المهام اللي عم بيقوموا فيها الإدارات في الجمعية الخيرية الشركسية؟ تفضل أستاذ روزي. يا سيدي، بداية أشكر قناة نارت على إتاحة هذه الفرصة الثمينة للتحدث، وكمان بيسعدني أني أرحب بالأخ زيور الصديق والزميل على مدى سنوات عديدة، يعني داخل الجمعية وخارجها. أهلا به بين أهله وبين عشيرته في الأردن.
فيما يتعلق بانطباعاتي عن الإدارات المتعاقبة للجمعية، الصحيح أنه لما قررت أني أخوض الانتخابات مثلا عام 1992 كنت شوي يعني متردد، و يعني لأنه ما كان عندي هذيك الخبرة في الجمعية المركز. كان عملي مقتصر على فرع وادي السير، خدمت فيه يعني دورات متعاقبة. الخبرة اللي اكتسبتها في وادي السير هي اللي ساعدتني في المركز. لكن كطبيعة عمل الجمعية المركز عملها أهم وأعم، من حيث أنه يعني كل الفروع متمثلة بالمركز، هي اللي بترعى شؤونهم وتشرف عليهم، وبنفس الوقت بده وقت وجهد كبير حتى الواحد يقدر يقوم بواجبه المضبوط. يعني أنا لاحظت يعني من خلال عملي يعني لعدة فترات متتالية، لاحظت أنه يعني كل سنة في شوية تراجع بيكون في أداء الهيئات الإدارية. ربما السبب أنه كان في عندنا بعض القضايا الجوهرية الأساسية اللي ما قدرنا نلحلحها يعني كما يجب، زي موضوع استثمار أرض حنوطية اللي كان دائما مشكلة عويصة تشغل يعني حيز كبير ووقت كبير من الهيئات الإدارية المتعاقبة. وحتى المشروع الاستثماري الوحيد اللي تمكنت الجمعية من الوصول إليها، حتى هذا المشروع كمان فشل ورجعنا لنقطة الصفر. الصحيح أن سنة 2013 و14 الجمعية أو الهيئة الإدارية في هذاك الوقت بذلت جهود كبيرة وضخمة برئاسة عمنا الله يطول عمره الأخ سمير قردن، بجهود الأخ سمير وبجهود أعضاء الهيئة الإدارية وتعبها ومواصلتها في يعني أنها تتابع موضوع الأرض، استطعنا أنه نرجع الأرض على الأقل للجمعية، لأنه كانت وكأنها ملك للمستثمر، فما كنا بنقدر نعمل أي شيء في الأرض بدون ما نرجع الأرض للجمعية وتكون حرة في التصرف فيها. بس الآن حتى مع رجوع الأرض لأهلها أو لأصحابها لغاية الآن إحنا لا نزال بنراوح مكان. فالمضبوط إنه يعني هذا الموضوع يعني بزعج معظم الناس اللي يشتغلوا في الإدارات وحتى أعضاء الهيئة العامة اللي دائما بتسألوا يعني شو الأرض هاي مسحورة، يعني أنا ما بتمشي شو السبب وشو كذا. الموضوع ضخم وكبير ومش سهل إنه نتطرق له بجلسة أو جلستين، لأنه فيها زوايا ونقاط عديدة. لكن يعني حبيت أنوه الشغلة هاي على أساس إنه هذه كانت الشغل الشاغل للجمعية أو للإدارات المتعاقبة للجمعية في ال20 سنة الأخيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بكل مضبوط كمان، أنا لمست يعني إنه التراجع بيجي من ناحية إيش؟ إنه في شوية تهاون عماله بيصير يعني من سنة لأخرى، في تراجع. الآن نقدر نقول إنه وصلنا حتى ل أقاصي التراجع اللي بنعرفه. السبب أول شيء يعني في جملة أسباب مضبوط. أول شيء أنا بلاحظ إنه البيانات الانتخابية أو البرامج الانتخابية اللي بتنوضع لعمل الهيئات الإدارية هي عبارة عن برامج لغاية الانتخاب فقط. بعد الانتخاب ما بتتنفذ، فبتصير عبارة على ورق. فهاي يعني كثير يعني بتأثر على أداء الجمعية وعلى سمعة الجمعية وعلى ثقة أعضاء الهيئة العامة في الهيئة الإدارية. يعني المفروض كمان إنه الهيئة العامة إنها تكون على مقدرة إنها تواجه الهيئة الإدارية وتسوي عملها. مع الأسف يعني ما عمال يتم الحكي هذا. يعني اجتماعات الهيئة العامة أحيانا بتكون شبه صورية، أحيانا يعني تقدر تجمع الناس في اجتماع يكون في عدد مقبول اللي يناقش قضايا جوهرية عشان تقدر توصل لنتائج. بعدين كمان في تنوه لشغله، الأسلوب اللي كان متبع قبل في انتخاب الهيئات الإدارية
انه كان في تنسيق كبير بين المركز يبدو انه الانترنت عند الاستاذ روزي صار في خلل لحد ما نتدارك الموضوع. باش مهندس زيور، طبعا يعني تقريبا نفس السؤال، بس انا بدي احكي عن الفرق ما بين الاداء للهيئات الاداريه بالجمعيه الشركسيه بالاردن والجمعيات الشركسيه في الوطن الام في نالجيك في الكويت. هل هناك في تغيير في فروق يعني في الاداء؟ وين الاشياء اللي ممكن انه كل طرف من الاطراف يعطي درس للاخر بالمزيد من العمل المنظم؟ تفضل باش مهندس. شكرا دكتور باسل. هي تقدرش تحكي انه وين افضل وين مش افضل، هاي تتعاقب الدورات والامور. مثلا في الاردن تعاقبت الهيئات الاداريه، في منها وصلوا لمرحله ممتازه، وفي منهم لمرحله جيده، وفي منهم لمرحله مقبوله. فهذا بكون هو العطاء. بحمل المسؤوليه اكثر من الهيئات الاداريه هي الهيئه العامه. المفروض انه الهيئه العامه تشارك بكل النشاطات، و هي اللي تصنع، لانه اعلى زي ما تحكي اعلى هيئه، اعلى سلطه في الجمعيه هي الهيئه العامه، والهيئه الاداريه هي الهيئه التنفيذيه بتصير. ف احنا الحلقه هاي شو المشاكل اللي عندنا قد ما هي شو بنقدر نساوي مستقبلا لتحسين الاوضاع. فاذا كان من الهيئه العامه بصير في عندك خطط ما تقول 5 سنوات ل10 سنوات، ويحاولوا الادارات متعاقبه انها تحقق هاي الاهداف او هاي الخطط. وين وصلت هاي اداريه يكملوا بعديها، مش يبلشوا من الصفر. الامور تمشي لما الكل يشتغلوا مع بعض. ونفس الشيء كانت يعني بالجمعيه الشركسيه العالميه ولا الجمعيات اللي في القفقاز، لما انحصروا بحاله حرب في ابخازيا كانوا نشيطين، وما كان الناس يتوقع انه يدخلوا بالانتخابات. خلصت الحرب، خلصت المشاكل والعمل كمان خف. يعني عند الازمات جماعتنا بتحركوا بشكل منظم يعني. طبيعي هذا اللي صاير. احنا طبعا بدنا الحركه تكون مش مبنيه على ردات فعل. بنتامل انه تكون مسيره المؤسسات الشركسيه دائما مستقره، ودائما بتشتغل على استراتيجيات وعلى منهجيه وعلى خطه عمل وعلى خارطه طريق واضحه المعالم، بعيدا عن الفزعات. خطط ل5 سنوات 10 سنوات اللي يحققوها، اللي يمشوا فيها الهيئات الاداريه المتعاقبه. استاذ روزي، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. يبدو انه في مشكله صارت عندك بالانترنت. يلا بسيطه. طيب. يعني انا بدي ادخل في محور له علاقه بهدف البرنامج. هذا هدف البرنامج انه احنا زي ما تفضل كمان الباش مهندس زيور، لازم يكون عندنا استراتيجيه، وبالتالي هدفنا في مجموعه الاسره انه نبني هاي الاستراتيجيه من خلال البدايه تبعتها بانه يكون في عندنا معلومات، نجمع معلومات، والمعلومات هاي بتيجي طبعا من اصحاب التجارب واصحاب الخبره، اللي من خلالهم احنا اذا عملنا عده مقابلات، بالاضافه اذا عملنا مؤتمرات او جلسات عصف ذهني،
من خلالها بنقدر احنا نجمع معلومات عن وضع الاداره وعن الاهداف والرساله اللي ممكن ان نوصل لها. فبحب اسالك سؤال دائما بنسال بالامور بالخطط الاستراتيجيه. الجمعيه الخيريه الشركسيه ما هي نقاط القوه وما هي نقاط الضعف اللي موجوده عندنا كمجتمع شركسي كجمعيه شركسيه؟ احنا عندنا نقاط ضعف وفي عندنا نقاط قوه ما عم نستغلهم او ما عم بنشوفهم وما عم نتدارك نقاط الضعف اللي موجوده. ما رايك استاذ روزي؟ اين تكمن نقاط القوه لدى مجتمعنا لدى جمعيتنا واين تكمن مواضع الضعف؟ تفضل. نقاط القوه في الجمعيه يعني ككل كجمعيه مركز وفروع، كونها انها يعني جمعيه كبيره باعضائها. احنا من اكبر الجمعيات ربما في المملكه الاردنيه الهاشميه من ناحيه الحجم، لكن بنفس الوقت يعني العمل اللي بنسويه لا يتناسب مع هذا العدد اللي بنحكي عنه. فعددنا كبير لكن مش فعال. هاي نقطة يعني جوهرية. نقطة ثانية مثلا كمان احنا إذا بدنا نقيم الأملاك خلينا نقول الأموال غير المنقولة، احنا كمان برضه نعتبر من الجمعيات الغنية اللي عندها عقارات بشكل ممتاز، لكن زي ما حكينا احنا ما قدرنا نستثمر أهم قطعة عندنا، أهم قطعة أرض عندنا ما قدرنا نستثمرها في غضون ال 20-30 سنة اللي مضوا. فهذا كمان يعني هنا كثرة عدد بدون مردود ملموس وكبير، وهنا كمان مادة كبيرة بدون ما نقدر نستثمرها بشكل صحيح. فهي نقاط القوة هم هذول ونقاط الضعف هم هذول. يعني من الأشياء المستغربة إنه يكون في رسوم اشتراكات على أعضاء الجمعية الخيرية الشركسية بحوالي 100,000 دينار. يعني هذا الكلام لما بتحكيه قدام الناس بتفاجئوا. طب يعني احنا كلياتنا مسؤولين عن هذا. شو المبرر اللي ما بخلينا ندفع هال6 دنانير سنويا، يعني هذا المبلغ البسيط يعني. فما عم بالنا احنا يعني نتقدم لقدام في موضوع الهيئه العامه الصحيح. يجب تفعيل الهيئه العامه. اذا فعلت الهيئه العامه بتهيئ او بتوفر فرصه طيبه لاداء الجمعيه. الجمعيه بتكون قويه بهيئه العامه وبهيئه الاداريه، الاثنين بيكملوا بعض. فاذا كانت الهيئه الاداريه ضعيفه والهيئه العامه كمان نايمه ما بتسوي شيء، يعني هون الطامه الكبرى يعني. ومع الاسف يعني انا حكيت يعني عن النقطتين في جواب واحد. يعني هذول الاثنين يجب ان احنا نعطي الاولويه في اي خطه او استراتيجيه مستقبلا لتفعيل اعضاء الهيئه العامه ولاستثمار اموال الجمعيه. هذول الاثنين كيف ننسى؟ انا رايي مثلا في عندنا اشياء ممكن انك تعالجها مباشره بدون خطط قصيره الاجل اذا جازت هذه، وفي كمان اشياء بدها وقت طويل. يعني موضوع الاستثمار لا يتم في يوم وليله، يعني بده وقت. لازم يكون في طبعا خطط طويله الاجل. لما تنحط الخطط هاي مش بالضروره يتم انجازها في عهد هيئه اداريه واحده. ممكن ان يكون في يعني عمر هيئتين 3 حتى تنفذ الخطط الكبيره اللي قيمه يعني. ومن هيك احنا مطالبين المضبوط بعمل جهد كبير. اول شيء نحسس مشاكلنا بشكل صحيح، بعدين نحاول نلاقي الحلول يعني لكل وحده على حده. باشمهندس زيور، في شيء بتحب تضيفه على نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عند جمعيتنا الشركسيه او بمجتمعنا الشركسي اللي بيحول دون ان نتقدم؟ في شيء عندك اضافي؟ تفضل. والله هي قوة الهيئة الإدارية بتكون من قوة الهيئة العامة، ومشان تفعيل الهيئة العامة برأيي أنا لو ينعمل كل شهر
ندوه، محاضره، اجتماع، بس يجوا عليها الهيئه العامه. يعني اذا بكون في القاعه 200 300 واحد ويتناقشوا في احدى المواضيع الا يتوصلوا وكل شهر اذا انعملت مثل هيك ندوات، ف الا يتوصل الواحد لنتيجه، حتى لو واحد مش مطلع على كل الامور بس يكون عنده فكره صغيره اللي هي تطلع من احلى الافكار كمان. فهاي الشغلات يعني صارت معنا في القفقاز من الدورات ومن الكتاب والادباء والتاريخيين والكذا اولاد، صار في افكار واراء كثيره هي اللي تقدمت فيها الجمهوريه، حتى مش بس الجمعيات، مش بس الجمعيات. فالهيئه العامه هي اللي بتقدر تحط كل شيء، كل يعني النقاط على الحروف. طبعا بدي اتابع السؤال بسؤال شبيه للباش مهندس زيور. بدي اكمل معك. بما انه حضرتك كمان برا بالقفقاز عايش، واحنا لفترات طويله بشركس الاردن يعني كنا عايشين بنطلع على انفسنا كشركس اللي موجودين في الاردن، بنحكي انه احنا عددنا كذا ألف شخص هنا بالاردن. ولكن بعد الانفتاح والديمقراطيات اللي صارت في تركيا وفي روسيا ووسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت، اصبحنا وكأن كلياتنا عايشين في قريه واحده. اصبحنا عم نحكي على مجتمع شركسي 5 ملايين نسمه. فهذا بيعني انه في عندنا افاق جديده، في عندنا فرص جديده، بس بنفس الوقت في عندنا كمان تهديدات. فما رايك اين تكمن الفرص اللي علينا ان نستغلها كمجتمع شركسي، واين يمكن انه يكون في علينا نقاط بتهدد وجودنا، بتهدد ثقافتنا، بتهدد لغتنا؟ تفضل باش مهندس، الفرص والتهديدات اللي ممكن تطال المجتمع الشركسي. شوف دكتور باسل، كل جمعيه وكل مجتمع وين ما كان في الشتات وان كان في الوطن الام يجب انه يشتغل شعب ولا قوميته بغض النظر. بس في هون شغله واحده، انه كل مجتمع في دوله من الدول لازم يحترم قوانينها و شغلات اللي تمشي عليها. بما انه احنا القوميه كقوميه شركسيه وكلغه وكتاريخ وكثقافه وكذا، ما اظن انها بتاثر على اي دستور من دساتير الدول الثانيه. فالعلاقه لازم تكون حميمه وباستمراريه مع كل دول الشتات والوطن بكل المجالات، خاصه التعليميه وفي كان شغلات حلوه انه سنويا كان في المعسكرات للي اعمارهم من 12 ل 15 سنه، وفي عندك من مجالات الصحيه كمان اللي في دول متطوره اكثر من دول ثانيه بناحيه الطب وكذا، ممكن انهم يتعاونوا في جميع المجالات، بس ما ياثروش على السياسه العامه يعني تبعت الدول. يعني يمكن اللي عم تحكيه بانه كل دوله لها سياستها الخاصه فيها، علينا ان نحترم سياسات الدول فيها المجتمع الشركسي، لانه المجتمع الشركسي عايش في دول بهمه انه يكون راضي عن النظام والنظام راضي عنه. هيك بقدر الخص الموضوع باش مهندس؟ بالضبط هي هيك. استاذ روزي، في شيء بتحب تضيفه على موضوع شو الفرص اللي موجوده امام مجتمعنا الشركسي، وشو التهديدات اللي ممكن تطال مجتمعنا الشركسي في ظل الانفتاح، في ظل الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعيه؟ ما هي الفرص اللي علينا ان نقتنصها، وما هي التهديدات اللي علينا ان
نتجنبها. تفضل أستاذ روزي. التواصل الاجتماعي اللي عمالها بتلعب دور مرات سيء في تخريب العلاقة بين الجمعية وبين أعضائها والمؤازرين، وبنفس الوقت الجمعية ما عندهاش القدرة أو الطاقة في أنها تجابه الناس اللي بينتقدوها أو الناس اللي دائما يعني يكتبوا عنها باستمرار. هذا في الداخل أنا بعتبره يعني شيء مهم ويجب أن نتصدى إليه بطريقة علمية وبطريقة منهجة، بحيث أنه نقدر نستوعب الآخرين، نتحاور معهم بدون ما نتهجم عليهم، بدون ما نقلل من شأنهم، وإذا في اقتراحات جيدة ناخذ آرائهم. هذا الأمر اللي معنا يتم وبنلاحظه يعني بشكل واضح في التعليقات اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي. فحبيت أنوه لهالنقطة. فيما يتعلق ب يعني العلاقات بين الجمعية وتأثيرات الخارج عليها، احنا أهم شيء ما بدنا إنه نكون أداة في إيد جهة معينة من الجهات. احنا مثلا معروف عنا ومعروف لنا شو الأشياء اللي بدنا إياها، فهاي الأشياء حتى تتحقق ما لازم إنه يعني نتحيز لجهة ضد جهة أو نعمل يعني محاور. يعني أنا بلاحظ بعض المرات وكأن عدة فرق يعني في الساحة، ناس بتشد اتجاه اليمين، ناس بتشد اتجاه الشمال، كلمتنا مش واحدة في مخاطبة الخارج. احنا عندنا مظلة ممتازة اللي هي الجمعية الشركسية العالمية اللي بتضم كل جمعيات العالم، الجمعيات الشركسية في العالم، فهي أكبر منصة للتحدث فيها. فإحنا المفروض أن نمشي ضمن سياسة واحدة تضعها الجمعية الشركسية العالمية، بس مع الأسف كمان حتى الجمعية الشركسية العالمية عاجزة عن أنها تقدم طريق أو مشروع بهذا الاتجاه. فمن هيك يعني بتلاقي يعني بعض المرات وكان الحضور روتين أو عادي أو ما بوصلش لنتيجة. يعني عدة قرارات يعني الجمعية الشركسية العالمية، القرارات تتخذ بالتصويت طبعا، لكن كثير من المرات بلا حبر على ورق لأنه الأعضاء ما بنفذوها. فلازم يعني تكون في جدية التعامل مع الأمور هذه. حبيت أحكي عن نقطة إنه إحنا ما بنقدرش نعمل أي شيء خارج نطاق العلاقة اللي بتربطنا بالدولة. إحنا في الأردن كنا إيش في وزارة التنمية الاجتماعية من ناحية القوانين والأنظمة الخاصة بالجمعيات. يعني إحنا مش جمعية سياسية حتى مثلا نشتغل بالسياسة بشكل صريح. يمكن لها السبب جنوب شمال استقطاع شركة القفقاز، لها السبب لأنه هم تولوا الجانب السياسي، ولكن يعني كمان لأنه صار في كذا جمعية في الساحة، صار كل واحد يشتغل زي ما بده. أنا بعد مرات بلاحظ إنه في تجاذبات يعني للخارج، ربما ما بتكون في الصالح العام أو ربما بتكون مش مفهومة للناس. فمن هيك يعني ما بدنا ننساق لأشياء لا سمح الله إنه تضرنا مستقبلا. هذا كثير مهم أنا بشوفه. باش مهندس زيور، طبعا حضرتك بما أنك موجود بنالجيك على الأرجح حضرت عدد كبير من اجتماعات الجمعية الشركسية العالمية. الجمعية الشركسية العالمية بالمجمل العام هي كانت بادرة، يعني شاف المجتمع الشركسي بأنها بادرة بتحقق حلم بأنه المجتمع الشركسي في شتى أنحاء العالم يكون لهم مركز ويكون لهم صوت موحد. ولكن بعض الناس عم بتطلعوا على الجمعية الشركسية بأنها ما حققت الطموحات اللي هم كانوا شايفينها، اللي هم بيتمنوا انه تلعبها الجمعية الشركسية العالمية. بدنا نضيف كمان لهذا الحكي الجمعية الشركسية العالمية معظم أعضاء الهيئات الإدارية اللي كانوا يطلعوا من الأردن وعلى الأرجح من تركيا ومن سوريا
بيطلعوا بيحضروا الاجتماعات وبيرجعوا، والهيئة العامة بتكون مغيبة. الهيئة العامة اللي احنا بنطلب انها تكون هي السلطة وهي المتابعة وهي المراقبة، ولكن لما يتم عزل هذه الهيئة العامة عن الأحداث اللي عم بتصير، عم بصفي في فجوة ما بين اللي عم بيصير بالجمعية الشركسية العالمية، إن كان إيجابي أو إن كان لا يرقى للمستوى المطلوب، وما بين الناس أعضاء الهيئات العامة، إن كان بالأردن أو بسوريا أو بتركيا أو بأي محل ثاني، عم بيشوفوا إنه ما في جدوى كبيرة من الجمعية الشركسية العالمية ومن وجودها، وبالتالي احنا هون في نقطة معينة لابد من ان نتداركها. باش مهندس زيور، كيف ممكن انه نخلي الحلم اللي كلياتنا بدنا اياه يتحقق، وهو جمعية شركسية عالمية قادرة على انها وتوصل رسالتها الى كل شركسي موجود في العالم ويقتنع بهاي الرسالة؟ تفضل باش مهندس. يعني الجمعية الشركسية العالمية وكل المشاركين في الجمعية الشركسية العالمية من الجمعيات في العالم لو بمشوا على الداخل الجمعية الشركسية العالمية والجمعيات تمشي على النظام الداخلي لجمعياتها، كان زمان صار في شغلات كويسة. يعني عرفا عماله بتغير كل الأهداف اللي من أجلها تشكلت الجمعية الشركسية العالمية والجمعيات الشركسية في الدول الثانية. ف يعني هم إذا بدك اللي بروحوا على الاجتماعات الجمعية الشركسية العالمية مفروض إنه قبل ما يروحوا أي دولة من الدول يعقدوا هيئة عامة للجمعيات تبعتها، وهناك يطرحوا شو المشاكل وشو الشغلات اللي بدها اياها من الجمعيه الشركسيه العالميه، ويختاروا اعضاء الممثلين لها، مش شرط يكونوا من الهيئات التجاريه. ففي الحاله هاي لو طبق هاي الشغلات ما كان بصير تغيير لا للهيئه العامه للجمعيه الشركسيه العالميه ولا للهيئات العامه كلها. فعدم تطبيق الأنظمة الداخلية لجميع الشركات العالمية والجمعيات في الدول كلها هذا السبب. عندنا كثير لو مشينا عليها كل شيء بيصير تمام. أخ باسل معلش اسمح لي أتدخل هون بهذه النقطة فيما يتعلق بالجمعية الشركسية العالمية. يعني أنا بلاحظ يعني من خلال وجودي في الهيئات الإدارية إنه ما في ولا مرة بتذكر إنه شكلت لجنة متابعة لقرارات الجمعية الشركسية العالمية. المفروض إنه تكون في كل هيئة إدارية زي لجنة متابعة، بحيث إنه لما تيجي القرارات تندرس، وكمان يتم التواصل مع الجمعية العالمية إنه إلى أي مدى مثلا مش القرار الفلاني، هل صار في إنجاز أو ما في إنجاز. بعدين يعني يجب كمان إن الجمعيات اللي مؤسسة للجمعية العالمية ما بكفي إنهم بيجتمعوا هناك مرة بالسنة أو مرتين بالسنة، المفروض إنه كمان هم يعني أقصد الجمعيات اللي في المهجر المفروض إنهم كلهم يتواصلوا من وقت لآخر ويبحثوا في القضايا المشتركة فيما بيناتهم، وهذا الأمر اللي ما بيتم. يعني ما في هذاك التنسيق أو هذاك التعاون بين الجمعيات المؤسسة للجمعية الشركسية العالمية. فحتى لما بتروح هناك بتلاحظ الفروقات بشكل واضح يعني في الطروحات اللي بتصير، في التعليقات اللي بتصير. حبيت انوه لهالناحيه. استاذ روزي، بدي برضو اتابع معك في موضوع اخر ايضا، اللي هو احنا بالجمعيه في عندنا مشاريع زي مشروع سماور، زي مشروع بمدرسه الامير حمزه، التكافل. عندنا مرافق في الجمعيه الخيريه الشركسيه، يفترض كمان ان هاي المرافق تعمل حركه، يعني حركه اقتصاديه، يعني يتم تاجيرها، زي قاعه ام سند تيف، زي قاعه الايمان، زي الصالات اللي موجوده في الجمعيه.
فاحنا بالتالي في عندنا بعض المقدرات اللي موجوده بدايتها كانت ناجحه، ولكن احنا بدنا او طموحاتنا انه هاي المشاريع تكتر، يصير في يعني منها وضع افضل، نحسن من اوضاعها. بنفس الوقت بدنا مشاريع اخرى يعني ترضي طموحاتنا وتكون رافد للجمعيه ورافد لافراد من المجتمع الشركسي يلاقوا شغل، يلاقوا وظائف. فوين المعوقات اللي عم بتخلينا نمشي واحنا خايفين على هاي المشاريع، واحنا عم نطلع على هاي المشاريع يعني ومش عارفين وين بدنا نشتغل مشان نحركها؟ تفضل استاذ روزي. والله باعتقادي اهم شيء ولمسناه يعني من الواقع يعني في الفتره الاخيره التدخلات اللي بتصير من الهيئه الاداريه في المشاريع او في المرافق القائمه حاليا. فالتدخل الغلط بعض مرات او التدخل في غير يخطو بيعيق العمل وبيدمره في الجهه اللي تدخل عليها. المضبوط مثلا النظام الاساسي للجمعيه بيحكي انه الجمعيه الخيريه الشركسيه المركز او الهيئه الاداريه المركز هي المسؤوله وهي المشرفه على كل المرافق، وانه بيرجع لها الامور الخاصه الكبيره في الموضوع. لكن ما بيجوز انه لما بيجي نعمل مشروع سواء كانت هذا بينطبق على المدرسه بينطبق على سماور وبينطبق على اي مرفق مستقبلا. اذا انت عملت مرفق معين وكان عندك الاشخاص الكفؤين لاداره هذه المرافق اتركهم يشتغلوا زي ما بدهم، هذول الاقدر من خلال خبرتهم ان يديروا الشغل عندهم. اما انا اذا بدي اصير اتدخل في كل صغيره وكبيره لهم واصير احاسبهم وانا اللي ما عندي الوقت الكافي اصلا اني اتابعهم وما عندي الخبره الكافيه اللي كمان اتابعهم، فبكون انا خربت عليهم وما ساعدتهم، كانت النتيجه سلبيه. وهذا اللي لمسناه كان التفكك اللي صار في الفتره الاخيره من نتيجه التدخلات اللي صارت من طرف الهيئه الاداريه في المشاريع او في المرافق القائمه حاليا. فيعني احنا بدل ما نعظم الامور والمرافق هاي ونساعدها تتطور وتتحسن رجعناها لورا. ان شاء الله اني ما بكون انا بغالي بالتعليق، بس هذا اللي لمسته وطالما اكون مخطئ في اللي بحكيه. باش مهندس زيور، وحضرتك طبعا بصفتك مهندس اشرفت على عدد من المشاريع وعدد من البنايات او امور البناء اللي صارت في الجمعيه الخيريه الشركسيه. بس احنا عم نطلع انه كل اداره بتيجي عم تجتهد، اداره بتبني، اداره بتهد، اداره بتعمل شغله معينه ما بتكتمل، الاداره اللي بتيجي بعديها بيكون عندها وجهه نظر مختلفه، وبالتالي هذه كلها عباره عن فلوس بتنحط وبترد بتنقام. وحتى لما تحط الفلوس يعني لما بدك تبني بتحط فلوس، ولما تهد اللي انبنى كمان بتدفع فلوس مره ثانيه. ففي نقطه خلل موجوده. احنا يعني عم يعني ما في عندنا خطط واضحه وما في عندنا خطط عم تلتزم فيها الادارات، وكل اداره عم تجتهد وعم بتخلي الاداره القادمه اللي بعديها يعني تتصرف بطريقه ممكن تكون مغايره تماما. وين الخلل؟ ليش عم نصرف كل هالمصاريف هاي على بناء وهدم؟ تفضل باش مهندس. والله الخلل بصير زي ما حكيت في البدايه انه المفروض انه كل هيئه اداريه وبعد هيئه اداريه ثانيه تكمل من وين ما وصلت باقي الطريق، مش انه يصير في تغييرات. التغييرات خاصه في البناء اي مقاول هذا القياس لما يصير في تغيير بيصير امر تغييري اللي بتكلفك وقتها بدها تكلفك مثلا معين بتضاعف المبلغ. فهي الاشياء هم المقاولين بيسموها وبحبوا هالشغلات هاي، فما بالك اذا احنا بنكرر كل العمليات. ف كل هذا الفلوس بالنتيجه بتطلع. يعني اي المبنى لو انه استغل مثلا ما بزبط يا اخي كقاعه افراح، قاعه يستغلوها يقسموها يسووها
زي متجر، مجمع تجاري بأجره كل متر بمتر. يعني عندنا ممكن يكون كويس اللي صار هالشغلات هاي، لانه عندنا المباني إلها ثمنها. يعني زي اللي درسوا قلت، وناس باع برخيص وناس باع بغالي، وناس عرف يستغلها وناس ما عرف يستغلها. بس احنا الحمد لله الهيئة العامة هي اللي بتتحكم بكل شيء، مشان هيك لساتها موجودة والمبالغ طائلة. بدها هسه بس الناس اللي تعرف تدير هالمشاريع هاي بتخصصات، مش شرط انه يكونوا من الهيئة الإدارية ولا الهيئة العامة. في مؤسسات ممكن الاستعانة فيها كمان خارجية عن نطاق الشركة كمان. فلازم يكون كل اختصاص بالاختصاصات إذا اشتغلنا بننجح. أستاذ روزي، يعني الباش مهندس زيور عم بيحكي عن اختصاصات، فإحنا لما نيجي نحكي بدنا نشكل هيئة إدارية، هل تشكيلة الهيئات الإدارية زي ما في بعض الناس المتابعين عم بيطلعوا على الموضوع إنه في قصور في عملية تشكيل الكتل عم بيتم تشكيلها بهدف النجاح في الانتخابات، وليست كتل الهدف منها اختيار مجموعة من الناس المختصين واللي بيعرفوا يكملوا المشاريع أو يتابعوا مشاريع معينة في الجمعية الشركسية. فبتيجي كتلة نجحت بالانتخابات وكان هذا الهدف الرئيسي تبعها أنها تنجح بالانتخابات، ولكنها كتلة من أشخاص جايين فقط لجمع أصوات، وأحيانا في كثير من الأحيان بتفاجئوا بحجم الشغل اللي موجود في الجمعية الشركسية، لأنهم هم جايين بس مندوبين عن عائلة أو مندوبين عن منطقة، وبتفاجئوا بأنه حجم الشغل كبير، وبالتالي بيكون ما عندهم الوقت. هم ممكن يكونوا موظفين، ممكن يكونوا مش مصورين حجم الشغل اللي موجود. بنفس الوقت في ناس بيحبطوا من الأمور اللي عم بتصير في الجمعية. فهل تشكيلة الكتل عم بيصير فيها خلل، عم بيؤدي مرة تلو الأخرى إلى وجود هيئات إدارية 4-5 منهم عم بيشتغلوا والباقي بيكونوا معطلين، وحتى ممكن أحيانا يكونوا عم بيشتغلوا بطريقة سلبية؟ هل وجهة النظر هذه في منها أستاذ روزي؟ 100% كلام صحيح. الآن طريقة الانتخاب أو طريقة الاستعداد للانتخاب طريقة غير جيدة. الآن احنا مقبلين يعني بعد فترة بسيطة على انتخابات للهيئة الإدارية القادمة، فإن شاء الله أن نقدر نتجاوز الأخطاء والمشاكل اللي ظهرت. الصحيح زي ما حكيت أساس الاستعداد للانتخاب يكون من ضمن تشكيل كتل معين، بالإضافة لأشخاص كمان آخرين بيغامروا بشكل مستقل وبنزلوا، وحظهم في الفوز بيكون بسيط. طبعا كل كتلة بتحط برامج على أساس إنه إذا وصلت بدها تسوي وتعمل كذا وكذا، بس مع الأسف كمان ما عمل بتم بشكل مضبوط. أول شيء طريقة تشكيل الكتلة، يعني زي ما حكيت أنت لمحت، تشكيل بعض مرات عائلي، اختاروا من كل عائلة مثلا كبيرة معينة إنه يسموا لنا واحد منهم، ولا عائلة ثانية يسموا لنا واحد منهم. يعني هنا اللي بيترأس الكتلة أو اللي بيشكل الكتلة بيكون مجبور يأخذ باسم الشخص هذا أو بالشخص هذا على أساس إنه يضمه للكتلة، ما بيرتسى في معتقداته وفي مدى استعداده وفي مدى حماسه. فيعني أظن أنه عدة أشهر قبل الانتخابات غير كافية لتكوين رأي موحد أو لعمل برنامج يعني مقتنع فيه الكل. الدليل على أن هذا الحكي ما بصير قاعد أنه أحيانا الكتلة تيجي يعني الواحد بتوقع أنه على الأقل تكون الكتلة متماسكة لنهاية الفترة تبعت ولايتها، لكن بتلاحظ أنه تبلش يعني تنقسم على بعض بتغطير يجي ناس آخرين يعني في عهد إدارة معينة مثلا
لمسنا انه صار في تعديلات كذا مره. يعني هذا يدل على ضعف الاعداد للانتخابات. فالمزبوط انه يعني تشكيل كتل بدها وقت اطول، بدها جلسات للتعرف على الاراء بشكل جيد عشان تكون افكار مشتركه اللي تنوضع كلياتها في خطه معينه على اساس انه يبلشوا في تطبيقها على مراحل اول باول. ما دام الامور ما بتصير بالطريقه هاي ما شو راح يزبط. غير هيك في نقطه مهمه جدا، في كثيرين ما بيعرفوا حجم الكل اللي موجود في الجمعيه، في كثيرين بيجوا بس بشكل استعراضي انه والله انا انتخبتني العائله او انتخبتني الهيئه العامه، فبعتقد يعني ان الفوز هذا شرف له وخلص بضل الميدان. هذا لا يكفي. شرف في العمل بيجي بادائك، بنجاحك في المهمه اللي اجيت مشانها. احنا يعني مع الاسف يعني في كثيرين ما بكون عندهم الوقت الكافي ولا عندهم الدرايه الكافيه ولا الخلفيه الكافيه، بيجي بترشح وبفوز ضمن كتله لانه يعني قوه مؤثره في كتله معينه لها القدره انها تنجح سين وصاد من الناس. فهاي اللعبه الخطره في الموضوع. فمن الاساس طريقه تشكيل الكتل خطا ويجب اعاده النظر فيها. استاذ باشمهندس زيور، يعني انا سمعتك اكثر من مره يعني عم تذكر الهيئه العامه بانه عليها دور ولازم انها تضلها متواجده بالساحه، ولكن هذا الموضوع بتطلب ان نطلع على الجانبين. هل الهيئه العامه هي اللي لازم تسعى بانها تتواجد بالجمعيه، ولا الهيئه الاداريه هي اللي لازم تسعى بانه تستقطب الهيئه العامه مشان تكون موجوده معها؟ المسؤوليه فعليا على مين؟ هل المسؤوليه على اداره لازم يكون في عندها برامج اللي يكون قادره على استقطاب الهيئه العامه، ام الهيئه العامه هي اللي لازم تفرض حالها على هيئه اداريه منتخبه، وهي الهيئه الاداريه عندها برامجها وعندها هي طريقتها بالشغل، وهي صاحبة القرار يعني أولا وآخرا، هي المخولة بأنها تأخذ القرارات في هذيك الفترة. ما رأيك باشمهندس؟ تفضل. هلا بعد الانتخابات لما تنتخب الهيئة الإدارية هي المسؤولة عن كل شيء في الجمعية، لأنه الهيئة العامة هي اللي فالهيئة الإدارية هي المسؤولة، هي اللي يجب عليها أن تعمل المحاضرات والندوات مع الهيئة العامة مشان تستفيد منها، تاخذ منها زي ما تحكي قوة من الهيئة العامة. قالوا 15 واحد مساندة ولا تسوي، وقوتها بلجانها، تشكيل لجان مختصة تعمل باختصاصاتها بإشراف الهيئة الإدارية، لأنه الهيئة الإدارية بعد الانتخابات هي اللي بدها تدير أمور الجمعية لفترتها الانتخابية، فكل المسؤولية على عاتق الهيئة الإدارية، بس بتشكيلها للجان مختصة هي بتقوي نفسها، بتقوي الجمعية. أستاذ روزي، هلا بدي أجي على موضوع له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا في الفترة اللي أنتم كنتم موجودين فيها يعني كان لسه بدايات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إحنا بالفترة الحالية عم نشهد تأثير واسع لوسائل التواصل الاجتماعي على المؤسسات بشكل عام وعلى الجمعية الشركسية طبعا. فأحيانا الانتقادات بتكون مباشرة وموجهة بطريقة قد تكون قاسية. إحنا ما يعني تعودنا على انه يكون في حده في الانتقادات اللي بتصير بيناتنا، ولكن حاليا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والحريه المطلقه انه المعلومه توصل، فهناك احيانا وسائل التواصل الاجتماعي البعض بتطلع على انه عم تطلع عن حدها في موضوع الانتقادات، وفي بعض الناس بتطلع على الموضوع انه فعليا اذا احنا بننشد التغيير لازم يكون في قسوة ولازم يكون في حدة في الانتقادات وما في داعي للمجاملات.
وسائل التواصل الاجتماعي كيف ممكن ان نستغلها مشان تخلي مسيره الادارات او مسيره الجمعيه الشركسيه والمؤسسات الشركسيه والمجتمع الشركسي، كيف احنا بنقدر نوجهها بحيث انها تكون ايجابيه، تعطي تاثير ايجابي على المجتمع الشركسي. نعم. زي ما انت تعرف الان، يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير في حياه المؤسسات، حتى المؤسسات التابعه للدوله. فاذا احسنت استعمال وسائل التواصل توصل لنتائج طيبه، واذا ما استعملتها بشكل جيد توصل لنتائج سلبيه. الان يعني اذا تنظر الحجم او الكميه الكبيره الهائله من المعلومات اللي يتم تداولها على مستوى رسمي او شعبي او شخصي، معلومات هائله ما عاد في شيء مخبى. فمن حق الناس انها تحكي زي ما بدها، لانه اليوم الناس بتآمن بالحريه، والحريه يعني بعض مرات تقدر تقول اكثر من البعد المسموح فيها بعض المرات. هي ظاهره صحيه عندما يكون في نقد بناء، يكون في اقتراحات بناء، يكون في تفاعل ما بين الجهه اللي بتحكي والجهه اللي بتحكي عليها، بحيث انه الاثنين يتوصلوا لنتيجه. اما انه زي حوار التلفزيون، هذا يحكي من هنا هذاك يحكي من هناك، هذا يحكي هذاك بعرف يرد، هون المشكله بتكون. فالجمعيه يجب ان يكون في لجنه او عدد من الاشخاص من ضمن الهيئه الاداريه، او حتى لجنه مشكله من خارج الهيئه الاداريه، ربما من الناس اللي تتقن عمل وسائل التواصل الاجتماعي، في انها تستقبل كل ما يقال عن الجمعيه والنظر فيها والبحث في المشاكل اللي تثار ونقلها للهيئه الاداريه ومحاوله ايجاد حلول لها وعرض هاي الامور كمان امام الجمهور. الناس حتى تثق فيك لازم تعرف شو بتشتغل، اذا ما بيعرفوا كيف بتشتغل بتكثر الاشاعه وبتكثر السلبيات. فبالتالي يعني هاي قضيه المفروض ان احنا نتعامل معها بحس وبوعي وبشفافيه وبدون تعالي. يعني بعض مرات كنت يعني اشوف اللهجه القاسيه اللي بتكون في الرد على بعض التعليقات، يعني القسوه من جهه المخاطب او المخاطب لازم ما تخرج عن لغه الادب وعن اللغه اللي يعني ما توصلش الى نتائج سلبيه. فاحنا مع الاسف طبعا احيانا شوي تفتش وصريحين اكثر من اللازم، فبعض مرات هذا بيلعب في تخريب العلاقه حتى بين بعض. وعلى الاساس انه من الضروري جدا ان يكون في جهه او مكان للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي داخل الجمعيه، واول باول بدون ما يمضي عليه وقت، ونحط امام الناس بحيث انك تكسب ثقه الناس. اذا كسبت ثقه الناس بتكون نجحت، اذا ما كسبت فهنا بتصير اللغط وبتصير الهجوم عليك وتصير يشتغل ضدك. هذا اللي شفناه بعيوننا. باشمهندس زيور، هلا بدي اسال سؤال يعني تقريبا بيشبه السؤال اللي سالته للاستاذ روزي، ولكن يتعلق في الانتقادات اللي موجهه، عاده توجه لاعضاء الهيئه الاداريه اللي موجودين في الميدان اللي بيشتغلوا، بينما بنلاحظ انه الاعضاء الهيئه الاداريه اللي ما كانوا يشتغلوا وما كان لهم صوت في الاداره، هدول ما حدا بيتعرض لهم، يعني ما حدا بيتعرض للانتقاد، وكأنه اللي بيشتغل هو اللي بيتم انتقاده لأنه موجود في الميدان. هل هذه ظاهرة صحية؟ وكيف إحنا بدنا نقدر نطلع على الهيئات الإدارية بحيث إنه دائما إحنا نقيم الناس حسب الأداء اللي عملوه؟ قد يكون أنت عملت شغلات إيجابية وفي من الشغلات اللي عملتها بعض النقاط كانت سلبية، فالناس بتذكروا هاي السلبيات، بينما الشخص اللي ما كان موجود بالساحة ما حدا بتذكر شو عمل، وهذا الشخص اللي بيضله
ممكن انه يتكرر ويرجع مره ومرتين وثلاثه على الاداره من دون ما حدا ينتبه انه اداؤه كان ضعيف. هل هذه الظاهره موجوده في جمعيتنا الشركسيه وكيف ممكن ان نعالج هذا الموضوع؟ ما أعرف، أنا برأيي أنا طول عمري متفائل. ف اللي بيشتغل هو بس مش إنه اللي بيشتغل دائما لازم يقدر. فإذا اشتغل كثير يخطئ في أخطاء، وإذا كان الشغل تبعه جيد مش لازم ياخذوها مسألة الخطأ هذا. بس للأسف الشديد بتأثر هاي على الهيئات الإدارية نفسها. يعني لو كانوا يشتغلوا مع بعض، هاي 15 مع بعض، بصير الحكي عليهم كله. بس اللي فعليا في كل إدارة 4 بيشتغلوا هم اللي بيقولوا انهم مخطئين، لانه ممكن ما يكونوا مخطئين بنظر اشخاص ثانيين يكونوا مخطئين. فبصير حتى الهيئه الاداريه يقول لك عمالهم بيحكوا عنا هيك عملوا هيك، يعني هاي شغلات بتاثر سلبيا، طبيعي بتاثر سلبيا. فما لازم يكون هذا الحكي. ولو في عندنا توفير لكل شغله ما كان صار هذا الحكي. يعني في بداية أنت الحلقة حكيت عن الأخ روزي مختصر عنه، الناس عرفت مين الأستاذ روزي. في ناس كثير ما كانوا يعرفوا قبل البث. فعندنا إحنا الأرشبة نحط كل واحد يعني نعطيه حقه، ما في مش موجود عندنا. لو كانت موجودة الإعلام لو كانت عندنا موجودة هاي من زمن، من 32 على زمن زكريا خرمة، كان صار عند أعضاء الجمعية فكرة غير عن الأفكار اللي عندهم حاليا. فبدها شغل كثير هاي الشغل. وإذا بنضلنا نحكي في إيجابيات الأشخاص بتصير أكثر. أستاذ روزي، طبعا إحنا سعدنا معكم بهذا اللقاء. احنا قربنا لساعة في هذا اللقاء، وبالتالي راح يكون السؤال الأخير: ما هي توصياتكم لتفعيل الأداء للنهوض بمستوى الخدمات اللي بتقدمها الجمعية؟ ما هي التوصيات وما هي الرسالة اللي بتحب تقدمها للمشاهدين حول هذا الموضوع؟ أولا أنا بتأمل أنه يترشح للهيئة الإدارية القادمة ناس كفؤين بقيادة شخص حنون محل ثقة، يكون قادر على أن يقود مجموعة من الناس اللي بيقدروا يقدموا خدمة للجمعية. احنا صحيح في المرحلة القادمة احنا بحاجة لعملية إصلاح، بنمر بظرف غير عادي من التخطيط، فلازم نلم أنفسنا وننتخب هيئة إدارية قادرة على أنها تشتغل، وكهيئة عامة يجب أن نوقف وراها ونقدم لها كل الإمكانيات الممكنة. من الأشياء اللي أنا أراها يعني في متعلق في الهيئة الإدارية القادمة إنها توثق العلاقة بينها وبين الفروع. ومضبوط إنه العلاقة يعني هشة بين المركز والفروع. لما نقول الفروع 7 فروع مش قليل بأعدادها وبإمكانياتها، فالتنسيق مع الفروع والتباحث معهم وعقد اللقاءات الدورية معهم داخل جمعية المركز وزيارتهم من وقت لآخر بيعزز الثقة وبيعزز كمان القدرة على العمل وبيفحن بطاقة إيجابية يعني فيها فائدة للجمعية وللمجتمع. يعني إن شاء الله إنه المستقبل يكون أفضل من الوقت الراهن. الإمكانيات موجودة، الشباب متحمس، إحنا كثير نهمل دور الشباب، ما عملنا نصدق لهم. لازم يتاح المجال للشباب إنه نستخدم وناخذ بإيدهم ونربي كمان قيادات مجتمعية جديدة. إحنا تأثيرنا في المجتمع اللي إحنا عايشين في المجتمع الأردني أنا بعتبره ضعيف فيما يتعلق فينا كعشيرة. إذا أخذنا مثلا بعض العشائر الأردنية
أنا بلاحظ أن دورها في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية دور أكبر منا. إحنا بعددنا بجمعيتنا الكبيرة بفروعنا بالمؤسسات الشركسية المتعددة اللي إذا حسبتها تصل لحوالي 20 مؤسسة بما فيها الفروع، يعني هذا عدد هائل. فإحنا لو قادرين على أن ننظم حالنا بطريقة أفضل، يكون في بناء تنسيق أفضل، نتفق على نقاط معينة اللي تفيدنا وتفيد المجتمع. احنا مش بنفيد حالنا كجمعية، احنا بنفيد المجتمع الأردني ككل، فاحنا مقصرين. بعدين التقوقع هذا يعني دائما يعني انه نتقوقع على انفسنا كمان ما بكفي. خلونا نشوف شو بيساوي الاخرين، ناخذ من الاشياء الايجابيه اللي توصلوا لها بعد دراسات وبعد سنين من الاعمال هذول. اذا اخذنا بتجاربهم احنا بفيدنا ونقدر نطبقها في وقت قصير. يعني التنسيق حتى بين الجمعيه والجمعيات المماثله اللي موجوده في البلد كثير ضعيف، ما بنسمع عنه يعني. فهاي اشياء يعني يجب ان تتاخذ بعين الاعتبار اذا بدنا ننجح. باشمهندس زيور برضو كمان شو بتحب في نهاية هذا اللقاء توجه للمشاهدين، توجه اللي حابين ينزلوا في الكتل القادمة، توصيات، شو بتحب تحكي لهم، رسالة توجهها بعد الخبرة الطويلة في مجال الجمعيات الشركسية وخبرة في مجال العمل الاجتماعي في المجتمع الشركسي؟ تفضل باش مهندس. مختصر جدا عندي يعني خلينا نجرب بس مرة هيك ننتخب هيئة إدارية جمعيتنا يكونوا كلهم من النساء مجتمعنا الشركي. أتصور إنه خلينا نجرب. هاي مختصر بدي أحكيها، أكثر من هيك ما عندي. طيب شكرا على هاي الملاحظة. لا شك بأنه سيدات مجتمعنا الشركسي كانوا دائما فعالين، وكان لهم دور رائد في العمل التطوعي في مجتمعنا الشركسي، ودائما شغلهم كان مرتب ويعني مشهود لهم بأنهم يعني عندهم انتماء وإخلاص بشكل واضح. وبعديها بنقارن بعديها بين الهيئات الإدارية. يعني شكرا على هاي الملاحظة. في نهاية هذا اللقاء بحب أتقدم بالشكر للأستاذ روزي بولاد جنب، هو المهندس زيور ناورز باكير على وجودهم معنا في هذا اللقاء. وإن شاء الله نلتقي معكم في مرات أخرى، لأنه هذه اللقاءات لابد إنها تستمر، ولابد من أنه الحوار يستمر، وخاصة نسمع آراء ونوصل آراء الناس اللي عندهم خبرة والناس اللي بذلوا مجهودات كبيرة في سبيل المجتمع وفي سبيل الجمعية الشركسية. شكرا لوجودكم معنا أعزائنا المشاهدين، كل الشكر لمتابعتكم، وإلى أن نلتقي معكم في شكرا لقناتنا، شكرا جزيلا. شكرا للجميع. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، إلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى. لكم منا أجمل التحيات.